السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنحضروا الريب ديال المحلابات في الدار. الريب بدون تعقيدات، يعني بلا طنجره ديال الضغط ولا ما سخون ولا كينه. الريب كيجي غزال عاقد بحال ديال المحلابات وبنين في المذاق ديالو. انا كنأكد لكم انكم درتوا هذه الطريقه سهله بسيطه، عمركم غتفكروا انكم تاخذوه على برا، وكيبقى احسن اننا نحضروا شي حاجه بيدينا وناكلوا شي حاجه حضرناها بيدينا. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا التفاصيل. في المكونات عندي طرو ديال الحليب، واحد الياغورت بمذاق الفاني او البنان اللي بغيتو، واحد الكيس ديال الفاني والسكر. هادو هما المكونات اللي غنحتاج. هنا اول حاجه خديت كاس عنبه ديال الحليب، غادي نخليه جانبا، وفي كاسرو غادي نفرغ الكميه اللي بقات ديال الحليب هنا غنديه فوق العافيه باش يغلى. خاصو يوصل يعني درجه الغليان، خاصو يفيض الحليب، خاصو يبان لكم فاض، عاد كطفيو على العافيه. هنا درتو فوق العافيه ونقصت عليها. وهنايا خديت هذاك الحليب غادي نضيف عليه الياغورت والفاني، وغادي نضيف السكر. بالنسبه للسكر انا غادي ندير 4 ديال الملاعق كبيره. نتوما الا بغيتو الريب يجيكم محلو شي شويه كتضيفوا وتزيدوا المعلقه الخامسه. السكر على حسب الذوق ديالكم، من الاحسن ذوقوا نتوما غادي تشوفوا. هنا كما قلت لكم انا درت 4 ديال الملاعق ديال السكر، وغادي نخلط هاد المكونات بالفوي هكذا باش ينسجموا مزيان وصافي. وغادي نخلي هاد الخليط جانبا. صافي هنا ملي يبان ليا الحليب فاض غادي نطفي عليه وغنخليه فوق سطح العمل تقريبا. انا خليته هنا ربع ساعه، حيت كما كتعرفوا الجو سخون، لا كان البرد راه كتخليوه غير ما بين 8 حتى ل 10 ديال الدقائق. ضروري الحليب خاصو تخليوه يبرد شي شويه، لا كان الحليب سخون الريب ما غاديش ينجح. هذا هو الخطا اللي كيديروه الاغلبيه ديال الاخوات وما كينجحش لهم الريب، كيخليو داك الحليب سخون. هنا كما قلت لكم برد شي شويه وخويت عليه هذاك الخليط. ما خاصوش ثاني يبرد بزاف، يعني غير شويه. خويت عليه هذاك الخليط ديال الياغورت والحليب وحركت مزيان. وهنايا غادي ندوز نصفيه هكذا، لا كانت فيه شي حاجه نصفيوه باش يجينا الريب ديالنا هكذا رطب. وصافي هنايا يعني هذا هو الريب ديالنا ساهل بزاف. غادي نفرغوا. انا جبت هاد الزليفات، نتوما تقدروا ديروا كيسان ديال العنبه اللي بغيتو. انا درتهم في هاد الزليفات. هاد الكميه ديال اطروت الحليب راه خرج ليا 6 ديال هاد الزليفات. لا درتوهم في كؤوس عنبه تقريبا يقدر يخرج لكم 7 ديال الكؤوس. صافي فرغت الكميه بحال هكذا وغادي نغطي بالبلاستيك. وهنايا درت هاد الملاعق الخشبيه. فاش نجي نغطي هكذا بالفوطه ما بغيتش البلاستيك يقيس ليا الريب، داكشي علاش درتهم. انا هنا غطيت، درت فوطات كما كتشوفوا، درت 3 فوطات صغار. نتوما تقدروا ديروا مانطه هكذا تكون صغيره سخونه. صافي هنا غطيته مزيان وغادي نخليه ليله كامله. هذا هو الريب ديالنا بلا تعقيدات، بلا مساخن ولا كوكوط ولا حتى شي حاجه. يعني كنعقدوا بزاف في الامور. الريب ساهل كما كتشوفوا. غطيت عليه حتى لغد لي. انا تقريبا درته مع ديك 11 ديال الليل. هنا 9 ديال الصباح راه كان الريب واجد كما كتشوفوا. صافي هنايا انا كنوريكم كيفاش جا، يعني الريب عقاد. صافي هنا غادي نديرو هكذايا نجمعوه هكذايا في شي حاجه، شي بلاطه ولا شي حاجه، وغادي ندخلوه للثلاجه باش يبرد. انا تقريبا خليته ساعتين 3 د السوايع على حسب نتوما وقت ما احتاجيتو. المهم الريب خاصو يكون بارد. صافي هنا من بعد ما برد الريب خرجته من الثلاجه. هذيك الرغوه اللي كتبان لكم هذوك تقدروا تحيدوها من الاول فاش كيكون هذاك الريب سخون تحيدوها. انا بالنسبه لي ما كنحيدهاش حيت ما كتبرصني في والو، عادي كنخليها. نتوما الا بغيتو راه كتحيدوها من الاول. هنايا تقدروا تاكلوا الريب غير هكذاك، راه كيجي بنين بزاف. انا درت هذا المشروب هذا ديال الرمان او السيرو، الطريقه باش كيبغيوه في الدار كما قلت لكم تاكلوه هكذاك، تزينوه بصوص ديال الشكلاط او الكراميل، ديروا مكسرات اللي بغيتو. راه غير هو بوحدو هكذاك راه كيجي زوين بزاف. صافي هنايا هذا هو الشكل ديالو، الشكل النهائي. ريب ساهل بلا تعقيدات، يعني بلا طنجره ديال الضغط ولا ما سخون، وحنا غير كنعقدوا في الامور كما قلت لكم. هنا الريب كيجي القوام ديالو كريمي، كيجي غزال بزاف في المذاق. البنات الا جربتوا الطريقه ديال الريب، هذه طريقه سهله غادي ما عمركم تفكروا انكم تاخذوه على برا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وبصحه وراحه.